السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة عبد الرحمن. تأخرنا على الفيديوهات لكن احنا سنتين، بس احنا دلوقتي مستنيين شوية حاجات كده ننزلوها على القناة عشان نبتدي نفعلها تاني من أول وجديد. انتوا عارفين كل حاجة بتخص عبد الرحمن، من سياسة من كل حاجة نذكرها. دلوقتي عبودي النهاردة عنده ايه؟ اختبار النهارده في نادي الاتحاد. النهارده عندك ايه النهارده عبودي؟ عندي ان شاء الله النهارده اختبار. الاختبار ده هيكون هنا في نادي الاتحاد. نادي الاتحاد بصراحه انا عضو فيه، ويبقى طبعا بحبه جدا، وان شاء الله النهارده عندنا الاختبار ده وان شاء الله هنجح فيه، وان شاء الله ممكن بعد كام ساعه كده هنزل لكم فيديو كده جميل وانا كده في الملعب. طب وتفتكر بقى يعني ما في مدربين كتير هيجوا يعني على رأسهم الجارم بتاع الاتحاد القديم ده مشهور جدا، وفي مدربين تانيين على مستوى عالي هيجوا يعملوا لكم الاختبار ويجوا يعملوا لكم التست كتير جدا طبعا. طب وانت بقى جاهز للاختبار النهارده؟ ان شاء الله. يعني النهارده لما يجي يختبروك احنا مش عارفين هيختبروك يعملوا لك ايه ان شاء الله ربنا هو هيتقدم ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني. طب انت بقى يعني لو اختبرت ونجحت ان شاء الله، يعني ايه اللي ممكن انت في المستقبل تعمله لحياتك يعني؟ ان شاء الله بعد انجح في الاختبار ممكن يودوني نادي كبير العب فيه. ما هو نادي الاتحاد، ما هو نادي كبير برضه. ايوه نادي يعني الاتحاد. مش صغير. ايوه بقول لك، ايوه طبعا انا بقول لك ده نادي، ده برضه نادي كبير طبعا. ده بص نادي الاتحاد. يعني انت بتحب مين من اللعيبه الاجانب مثلا؟ كتير جدا، يعني انا ما اعرفش اعدهم لك، يعني كتير جدا 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 جدا. كتير جدا زي ميسي وكريستيانو ودي بروين وكل اللعيبه دي كلها جدا طبعا بحبها. طب تفتكر بقى اللعيبه اللي هم بيجيبوهم في السعوديه دلوقتي المحترفين بره، دي فكره كويسه في الرياضه ولا ايه رايك فيها؟ هي اي نعم فكره حلوه، لان اللعيبه دي خلاص سنهم عدى، هيعدي ال 40 سنه. يعني عندك ميسي عنده 35، كريستيانو عنده 37 داخل في ال 40، وكريم بنزيما جابوه دلوقتي في نادي الاتحاد. جابوا برضه طبعا جابوا برضه من ريال مدريد عشان اللعيبه دي كبرت خلاص. طب وده ممكن يفيد ويضيف حاجه للانديه السعوديه؟ هيضيف طبعا، هيضيف خبرات، يعني هيضيف خبرات كتيره جدا، يعني هيخلي الكره السعوديه في تقدم طبعا كتير. ولا لازم اللعيبه المحليين، لان الاشتراك في الكاس وكده لازم لعيب محلي، ما يبقاش لعيب محترف من بره. لا برضه مش لعيب محلي، يعني هم عايزينه يحتك بالفرق الكبيره واللعيبه الكبيره عشان يستفيدوا منها خبره. عندك حق. طب انت بتحب مين يعني من اللعيبه الاجانب دول؟ كتير جدا، انا اصلا بتحبهم يعني زي ميسي؟ ايوه بحبهم زي ميسي لعيبه كتيره جدا، ما اقدرش اعدهم لك، يعني ما اقدرش اعدهم لك خالص. يعني ان شاء الله النهارده في الاختبار تعدي وتبقى ان شاء الله واحد منهم يعني ان شاء الله. طب انت بقى مستعد نفسيا للاختبار ده؟ مستعد نفسيا. يعني مستعد ايه بقى؟ ان شاء الله ربنا هو اللي هيوفق. ايه؟ ان شاء الله ربنا هو اللي هيوفق طبعا. خليها على الله. طب يعني حاسس بتوتر ولا حاجه كده؟ لا عادي، مش حاسس بتوتر، ده لعب. التوتر ايه اللي انا هحس بيه؟ طب انت مش عارف هو هيختبرك في ايه؟ لا ما اعرفش، بس انت جاهز للاختبار؟ جاهز انا للاختبار، بس انا ما اعرفش هل هو هيختبرني في ايه. ما تعرفش، بس انت جاهز لكله يعني. لا معنويا جاهز واللياقه عندك كويسه وان شاء الله يعني الاختبار يعدي على خير يعني ان شاء الله. صح؟ طب انت يعني بتحب كرة القدم للدرجة اللي انت يعني؟ طبعا كرة القدم هي اختبار، طبعا كرة القدم جميلة بحبها. يا جماعة ان الرياضة في العقل السليم في الجسم السليم، ده الرياضة كلام دي سليم. احسن حاجة للإنسان. ايوه تمام. الإنسان لما يكون عنده رياضة، بيلعب كورة، بيلعب أي رياضة، جسمه بيتعدل، أو كمان بيكون لايق بدنيا، كل حاجة تمام. يعني الرياضة في حد ذاتها حلوة، وخصوصا كرة القدم يعني. تمام يعني ماشي يا جماعة، هنقابلكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. طب احنا هنسيبك بقى دلوقتي، يعني مش هنتكلم معاك كتير عشان الاختبارات وكده، وانت ايه تبقى في مرحلة تجهيز، وانت فاضل لك ساعة على العموم يعني. خلاص على طول. يعني قول دلوقتي الساعة 3، فاضل لك ساعة. طيب يا عبودي ربنا يوفقك ان شاء الله. ومش عايز تقول حاجة تانية يعني بالنسبة للنادي الأهلي ماتش يوم الأحد؟
شاء الله. على الكاس الاهلي ممكن يكسب ان شاء الله يكسب ان شاء الله. طب والوداد يعني ايه رايك فيه؟ الوداد ان شاء الله يعني هيكون ماتش حلو ان شاء الله يعني. طب يعني الاهلي هيعمل مباراه حلوه. هيعمل حلو. وعنده فرص كتير هو. طبعا فرص كتير، بس احنا زعلانين قوي من الماتش اللي فات. ليه بقى؟ 2-1 نتيجه مش مرضيه لبعض الجماهير. صحيح. لكن ان شاء الله ربنا يوفق في مباراه العوده. وان شاء الله الاهلي يكسب اللقب، ويكون اللقب ال11 له في تاريخه. يعني ده اللقب ال11 للنادي الاهلي في تاريخه. حاليا 10، لكن بعد ان شاء الله في العوده والاهلي يفوز طبعا بالمباراه. طب انت ما عندكش فكره التشكيله بتاعت النادي الاهلي ممكن تنزل ازاي؟ ان شاء الله التشكيله هتكون حلوه. الشناوي نازل طبعا. هو الشناوي كان متصاب طبعا، ما حضرش الماتش بتاع الذهاب. ان شاء الله يحضر الماتش بتاع الاياب. وبرده في تبديل برده هو برده مصطفى شوبير. تمام. عندك الدفاع محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عندك دول قلبين دفاع. علي معلول طبعا ظهير ايمن، ومحمد هاني ظهير ايسر. وعندك في وسط الميدان هيبقى بيرستاو او في ميديم. لا هيبقى ايوه بيرستاو وينج. ايوه. تمام. عندك في وسط الملعب ممكن يحط ديانج مثلا، كولر، عبد القادر، ديانج وديانج. وبرده وكمان برده مين ممكن يحط احمد القندوسي كويس، ما نزلش الماتش اللي فات. لا هو ما نزلش لانه اصلا كولر بيلعب مثلا بخطه 4-3-3. بيلعب بخطه 4-3-3. المهم طبعا ده في وسط الميدان هيحط احمد القندوسي. صراحه من احسن اللعيبه جدا جدا بصراحه، انا بحبها. ووسط الميدان معقول. والشحات كان كويس جدا طبعا يعني. كان جميل، جاب طبعا عمل عرضيه جميله قوي بيرستاو. وان شاء الله كهربا برضه ينزل راس حربه. ربنا يوفق الاهلي. بس كهربا مشاكس يعني في الملعب، صح؟ اكيد طبعا مشاكس في الملعب. كهربا بصراحه من احسن اللعيبه. بس حسين الشحات كان كينج هو بصراحه. الشحات عمل صوره جميله جدا من وسط اتنين كده، وهو اللي كان في النص. عمل عرضيه بيرستاو. جت على طول على بيرستاو، راح هو عملها بدماغه وجت جون. اول جون، والجون والجون برضه بتاع كهربا حلو. جون كهربا كمان جميل. كان برضه لا كان برجله. وطبعا الجون بتاع الوداد حلو، بس احنا متأثرين قوي بالجون ده عشان عموما يعني احنا بص نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، ويرجع لنا بالكاس. للنادي الاهلي ويكسب الكاس ان شاء الله. ونتمنى لك انت النهارده التوفيق ان شاء الله، ان ربنا يكرمك النهارده وتعدي الاختبار ده وتجتازه باذن الله كده. نعدي لهذا الاختبار ونجتاز طبعا باحسن صوره. ان شاء الله نكسب. وان شاء الله باذن الله نقابلكم في فيديو تاني مع قناه عبد الرحمن. بس اول حاجه، بس قبل اي حاجه ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. ايوه ان شاء الله، عشان في فيديوهات تانية جايه، عشان انت طالع الغردقه السنه دي ان شاء الله. طبعا احنا هنحضر لكم بروفه بصراحه من احسن البروفات اللي انتم ممكن تشوفها في حياتكم. يعني ان شاء الله كده انت محضر لهم حاجات حلوه في القناه دي. محضر لكم حاجات جميله جدا جدا جدا، بس انتظرونا ان شاء الله. فلوجات حلوه كده. يعني ايه؟ يعني انتظرونا ان شاء الله. انتظرونا شهر 9 الجاي هنجيب لكم كل الفلوجات بتاعت رحله الغردقه من اولها لاخرها، والبحر. وان شاء الله باذن الله، ونشوفك على خير يا عبودي باذن الله. ان شاء الله نقابل على خير ان شاء الله يا عبودي. يلا مع السلامه.